الراجل اللي قالوا عنه إنه لما يدخل أي قعدة الكل يقوم يسلم، اللي بيحل أصعب المشاكل من غير لا محكمة ولا اسم شرطة، راجل كلمته قانون وحكمه واجب التنفيذ، مش محامي ولا قاضي بس كبير محكمي مصر. مين هو الراجل ده بالظبط وإزاي جاب السلطة والهيبة دي كلها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. من قلب محافظة الفيوم طلع راجل ابن بلد اتربى على الجدعنة وحط رجله في طريق ماشي فيه برجولة من يومه. العمدة محمد درغام مش أي عمدة، ده راجل بيمشي بالحق والأصول وبيعرف يقرأ الناس من عينيهم، ومن أول كلمة بيحدد مين الصادق ومين بيلف ويدور. حكاية بدأت من مشكلة بسيطة بين اتنين من أهل بلده، دخل يحلها وكان لسه شاب بس كلمته كانت موزونة وحكمه عدل، واللي حواليه سكتوا وسمعوا له، ومن ساعتها بقى هو المرجع وبقى الكبير وبقى كلمة الحق اللي الكل بيحترمها. جلساته مش قاعدة والسلام، دي بتبدأ بقراية الفاتحة وتنتهي بالتراضي، وبينهم في حق بيرجع وظلم بيتشال، وبيحلف الناس على المصحف مش بس علشان التأثير، لا، لأنه مؤمن إن اللي بيخاف ربنا مش هيظلم أخوه، وعلشان كده الناس بتروح له بإرادتها من غير محاضر ولا بوليس ولا شوشرة، عايزين يتحاسبوا قدامه لأنهم عارفين إنه ما بيجاملش ولا بيظلم ولا بيشتري رضا حد على حساب التاني. عنده نظرة ما تغلط، الراجل بيقعد قدامك يسمعك ما يقطعكش وما يردش غير لما الكل يتكلم، وبعدها يرد الكلمة بكلمة ويقولك اللي عند ربنا هيجيلك بس لازم نرضي ضميرنا الأول. عائلات كتير كانت على وشك إنها تروح فيها وبيوت قربت تتخرب، لكن لما دخل العمدة درغام عارف يطفي ويحل كل ده، الكل يروح لحاله راضي، لا حد يدخل حبس ولا حد شال عار. والأجمل إنه مش بيدور على شهرة ولا ترند ولا بيصور الجلسات لايف ولا بيكتب بوستات فيها أسرار الناس، لا، هو راجل بيستر ويصون ويحب يخلي البيوت معمورة مش مكسورة. موقف من المواقف، اسمع دي. كان في خلاف كبير بين اتنين، واحد فيهم جه يقول أنا فلان ابن فلان وعيلتي كبيرة، العمدة قال له الحق ما يعرفش كبير وصغير، يعرف اللي بيخاف ربنا، وأنهى الجلسة بحل وسط والكل وافق حتى اللي فاكر نفسه فوق. في النهاية العمدة محمد درغام مش بس راجل بيفصل في الخناقات، ده صانع سلام ومصلح بجد، راجل لما يقعد الناس تسمع ولما يتكلم الصمت يبقى سيد المكان. تفتكروا الناس دي لسه ليها دور كبير في زمن كله صوت عالي، ولا محتاجين نرجع تاني نحترم الكلمة اللي من القلب؟ قولولنا رأيكم في حكاية العمدة درغام، واللي عنده مشكلة يعرض ويطلب يقابله في التعليقات. نسيت أسألكم، تحبوا تحضروا جلسة للعمدة محمد ولا جربتوا قبل كده جلسة عرفية؟